ان خلاص احنا في العشر الاوائل من ذي الحجه وكمان فتره امتحانات. تعالي اقول لك على عبادات بسيطه جدا تقدري انت تستغلي بيها العشر من ذي الحجه وانت بتذاكري، وتكوني في نفس الوقت خرجتي من الايام الجميله دي وانت عامله عدد كبير من الطاعات. ممكن وانت بتذاكري تخلي نيتك لله سبحانه وتعالى. المذاكره دي بنيه طلب العلم، بنيه انك تفيدي نفسك وتفيدي دينك، بنيه ان انت تفرحي اهلك وتخالي السرور على قلب مسلم. ممكن كمان الاستغفار الكتير، ممكن تصومي. الصيام بيساعد جدا ان انت بترمي كل تركيزك كله في المذاكره. طول ما انت لو انت مفطره بتلاقي نفسك على طول بتفكري هاكل ايه هعمل ايه. فالصيام خلاص طالما صمتي فانت خلاص رميتي كل تفكيرك في ان انت هتذاكري. ممكن كمان ان انت تشغلي قران جنبك بصوت هادي، ما بين كل فصل وفصل ممكن تقولي دعاء معين، ممكن تدعي كتير كتير كتير. بس ودي كانت عبادات بسيطه جدا حبيت ان انا اشاركها معاكي قبل ما العشر الاوائل دي تنتهي. يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه.